قهوه او كافيه، ركز في الفيديو ده علشان الفيديو ده ليك. انا جبت لك فنجان القهوه الحل اللي هيعمل لك زبون وهيكسر لك الدنيا وكل الناس هتحلف بقهوتك. تعالى اما اقول لك على الريسبي بتاع الخلطه ديت وتعالى نعملها مع بعض. اول حاجه هنبتدي بيها الوش والقوام بتاع القهوه، ولان احنا دايما بنعتمد على الوش والقوام في القهوه المصريه بتاعتنا، فهناخد 300 جرام من البن الاندونيسي اللي هيظبطوا لنا الوش والقوام بتاع الخلطه دي. عشان القهوه تكون كريمي وبتدوب في بقك هنحط 250 جرام من البن البرازيلي اللي ما فيهمش اي نسبه مراره وفي نفس الوقت بيدوب كريمه في قلب الخلطه. وهنظبط قوام القهوه ب 200 جرام من البن الهندي الروبستا اللي هيظبط لنا القوام ومش هيصاص مننا. وعلشان اي قهوه حلوه لازم يبقى ريحتها حلوه هنحط 150 جرام من البن الحبشي اللي هيخلي لك ريحه القهوه نفاذه جدا. عايزين نديلها تيست كده من نوع بن مميز، فبصراحه ما لقيتش غير الباشا ده، انا بسميه الباشا. الجوتومالي دي من انواع البن اللي بيديك نفس التيست بتاع الكولومبي بس بدون اي نسبه مراره وفي نفس الوقت ما فيهوش المزازه بتاع الكولومبي. فتعالوا نحط 100 جرام من الباشا ده. عشان معظمنا كمصريين بيحب البن المحوج ابو ريحه حلوه ده، فهنحط تحويجه بسيطه جدا وهي عباره عن 10 جرام او 15 جرام من الحبهان، واحده من جوز الطيب وشويه قرنفل وشويه ورد، ودي حاجه كده ايه بتدي للبنايه طعمها حلو كده، في نفس الوقت بتظهر طعم البنايه وهتديك تميز. اهم حاجه تديك تميز.